انت ازاي بتعملي كده اصلا؟ ازاي جالك قلب تعملي كده؟ ازاي ضميرك سمحلك تعملي كده؟ انت ما بتخافيش من ربنا؟ ما بتفكريش ان اللي بتعمليه ده حرام وهتتحاسبي عليه؟ ارجوكي سامحيني، انا ما فكرتش في اي حاجة. الوقت ده كانت عينيا معمية عن اي حاجة خالص، ما كنتش متخيلة ان اللي بعمله ده غلط. ما كنتش شايفة قدامي غير مصلحتي ومصلحة ابني وبس. وانا كنت هقف ضد مصلحتك ومصلحة ابنك في ايه؟ يعني انا ما قدمتلكيش شر ولا عملتلك اي حاجة وحشة، يبقى ليه تعملي معايا كده؟ يا شيخة ده انا لو عدوتك ما كنتيش عملتي معايا كده. انتي مش بني ادمة، ما عندكيش قلب وما عندكيش رحمة. ارجوكي كفاية لحد كده. انا خلاص ندمت وما بقتش مستحملة اللي انتي بتقوليه ده. انا تبت وربنا بيقبل التوبة، وانتي بقى مش عايزة تقبليها. اقبل منك انتي ليه؟ هو انت اللي عملتيه شوية، وبعدين اللي بيتوب على عباد ربنا مش انا. بس قبل ما اقرر اذا كنت تستاهلي اصلا ان اسامحك ولا لا، انا عايزة اعرف الحكاية كلها وبدون اي كذب، بدل ما اقول لابنك وافضحك قدام الكل. حاضر يا بنتي، وانا هحكي لك على كل حاجة ومش هكدب عليكي في حاجة. بس وعديني انك تسامحيني وما تقوليش لابني اي حاجة. انا مش عايزاه يكرهني ابوس ايدي. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ اتمنى انكم تكونوا بخير. قصتنا النهارده مختلفة، فيها لغز هيظهر في الاخر، وان شاء الله تعجبكم. تابعوا معايا للنهاية عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل، وسماح عملت ايه مع حماتها، وايه السر اللي هي هتكتشفه. يلا بينا نبدأ مع بعض. بس قبل ما أبدأ، حابة أقول لكم حاجة مهمة قوي. حابة أقول لكم على قناتنا الجديدة، اللي هتبقى قناة بإذن الله متنوعة، إن شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش تبقوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتشوفوا دايما اللي بنزله. هسيب لكم اللينك بتاعها دايما في أول تعليق. أتمنى دايما تدعموني لأني بكبر بيكم، وبتمنى إني دايما أكون عند حسن ظنكم يا أحلى متابعين. ويلا نشوف قصتنا بتقول إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ماما أنا مش فاهم حضرتك مصممة إن أتجوز البنت دي بالذات ليه؟ هو أنا طفل صغير؟ ما تسيبيني اختار اللي أنا عايزه. مش لازم حضرتك تختاري كل حاجة، حتى العروسة اللي هتجوزها هتختاريها لي انتي؟ في إيه يا ماما؟ اللي يسمعك وانت بتتكلم كده يقول ان انا بختار كل حاجة في حياتك يا اخويا. هو انت بتسمع كلامي في ايه؟ في ايه بتسمع كلامي فيه وبتريح قلبي فيه يا واد انت؟ ده انت ما بتسمعش كلمة واحدة من اللي بقولها. بس المرة دي بقى غير اي مرة. المرة دي بالذات لو ما نفذتش اللي انا عايزاه لا اغضب عليك ولا انت ابني عمري ولا هعرفك. خلاص يا ماما بس اهدي كده، الموضوع مش مستاهل اللي حضرتك بتقوليه ده كله. وبعدين انا عايز اعرف السبب مش اكتر، اصلي مش عادة يعني ان حضرتك تصممي على حاجة قوي كده، وده مخليني مستغرب، خصوصا لما تكون حاجة خاصة بمستقبلي. يا ابني انت شايف حوالينا المشاكل كتير من الاهل وتدخلاتهم في حياة ولادهم، انما البت دي متربية في ملجأ ايتام، وكويسة ومحترمة ومتعلمة ومعاها كلية، يعني مواصفات مفيش بعد كده. هتعيش معاك ملهاش غيرك، وهتسمع كلامك مهما حصل، لا هتسيبك ولا هتبهدلك. يا واد افهم وما تبقاش غبي، انا عاملة عليك وعلى مصلحتك. طب انا كده فهمت وجهة نظر حضرتك، بس اشمعنى البنت دي بالذات؟ طب ما اروح معاكي واتجوز اي بنت تانية. يعني انا ما عنديش مانع ان اتجوز بنت يتيمة من الملجأ، لكن انا مستغرب انت مصممة على دي خصوصا ليه؟ عشان انا ليا نظرة في البنت اللي قدامي، وانا بقول لك البت دي مش هتلاقي زيها لو لفيت الدنيا كلها. على العموم شوفها، وانا واثقة انك لما تشوفها مش هتبقى عايز تسيبها من ايدك ابدا. وفعلا فضلت ورا ابنها لحد ما اقنعته، واخدته على ملجأ الايتام عشان يشوف البنت اللي عايزاه يتجوزها. وكانت البنت بسم الله ما شاء الله جميلة ومحترمة ومتعلمة، ومفيش بعد كده. وقعدوا مع مديرة ملجأ الأيتام. بصي يا فندم، هو الموضوع هياخد شوية إجراءات، لكن طبعا كل حاجة هتخلص ما تقلقوش. وبالنسبة للجهاز أنا عارفة إن الموضوع ده هيفرق معاكم قوي، فأنا هاخدها وأجيب لها اللي أقدر عليه من التبرعات اللي بتجيلنا للملجأ. لا يا حبيبتي، جهاز إيه وتبرعات إيه؟ ولا تشغلي بالك بالموضوع ده أصلا. سامحتي ست البنات كلهم، وأنا هجهز شقة ابني من كل حاجة، هي اللي هتنزل تنقي كل حاجة بنفسها.
وهجيب لها الشبكة اللي تطلبها وهعمل لها أحلى فرح، هخلي الكل يحكي ويضحك عليه. احنا مش عايزين نتقل على حضراتكم، فممكن تفرشي الشقة زي ما انت عايزة. وبالنسبة للذهب فسماح مش من البنات اللي يهمها الكلام ده، هي ما شاء الله عليها عاقلة وقنوعة. ليه يا حبيبتي افرش أي حاجة؟ هي أقل من البنات ولا إيه؟ احنا هننزل بكرة نجيب لها الذهب اللي هي تؤمر بيه، وبعد كده تبقى تنزل هي وعمر ابني يشوفوا العفش اللي هم عايزينه ويفرشوا شقتهم، ولما الإجراءات تخلص يبقى يتجوزوا. كل ده كلام كويس، لكن اديني بس يومين أفتح سماح في الموضوع وخليها تفكر فيهم وشوف رأيها، يمكن يكون ليها رأي تاني. ما تأخذنيش يا فندم، بس هو ده شرع ربنا، واحنا هنا ما بنجوزش حد غصب عنه. براحتها يا حبيبتي. يوم 2/3/10 أقولك على حاجة، قدامك أسبوع وده رقم تليفوني، بس عايزة أبقى أسمع منك الموافقة عشان عاجبني أخلاقها بسم الله ما شاء الله عليها. بعد إذنك يا حبيبتي. وسابتهم وروحت البيت تتكلم مع ابنها. ده إيه اللي انت عملتيه ده يا ماما؟ بقى احنا رايحين لسه نشوفها مش أكتر، تقوم انت تتفقي على الجواز وعلى العفش وعلى الشبكة وعلى الدخلة كمان، وأنا قاعد ولا أكنك شايفاني؟ مش تستني تشوفي رأيي؟ مش يمكن ما تعجبنيش؟ رأيك ايه وزفت ايه؟ انا بقولك هي عجبتني، هي هتقعد معايا انا اكتر ما هتقعد معاك، وبعدين انا عارفة مصلحتك اكتر منك. ولما البت اللي زي القمر دي تكون مش عاجباك يبقى انت حمار وما بتفهمش، ولازم انا اللي اتصرف في مصلحتك طالما مش عارفها يا عبيط. قال مش عاجباه، قال يا اخويا ملقوش في الورد عيب، قالوا يحمر الخدين. ايه الامثال دي يا امي بس اللي انت بتقوليها؟ وبعدين انا ما قلتش ان هي مش عجباني، بالعكس هي بنت جميلة واخلاقها كويسة، ولما اتكلمت معاها دماغها عجبتني. انا بس ما كنتش نفسي انك تتسرعي، يعني اخد ودي مع نفسي كده الاول، ده جواز يا امي مش سلق بيض. وادي احنا فيها اهو، هما في كل الاحوال لسه هيفكروا اسبوع، وانت كمان خد ودي مع نفسك كده، وفي الاخر اديني الموافقة اللي انا اعتبرتها موجودة اصلا، عشان انت لو قلتلي انك رافض البنت دي انا هرميك بره البيت وهتبقى ولا ابني ولا اعرفك. ايه يا امي سرك اللي انا مش قادر افهمه ده؟ انا حاسس ان الموضوع في سر، اول مرة تتحكمي على حاجة قوي كده، طول عمرك بتسيبيني اعمل اللي انا عايزه، ايه اللي حصل المرة دي؟ فوزية اتلخبطت وما بقتش على بعضها. ايه يعني يا اخويا اللي هيكون حصل؟ مفيش حاجة يا واد، زي ما قلتلك البت بس اخلاقها عجباني مش اكتر. بطل بقى كلام في الموضوع ده، ومش عايزاك تقول لحد خالص، داري على شمعتك تقيد عشان الموضوع يتم. وبعد المهلة دي ردت مدير دار الأيتام بالموافقة، وفي خلال شهر واحد بس كانوا متجوزين. وفي يوم الصباحية نزلت سماح تشتغل في البيت من نفسها من غير حتى ما حد يقول لها. صباح الخير يا ماما، حضرتك عاملة ايه النهاردة؟ تسمحي لي اني اقولك يا ماما ولا ده هيزعلك؟ طبعا يا حبيبتي قوليلي يا ماما، بس قبل اي حاجة ايه اللي منزلك دلوقتي يا بنتي؟ ده النهاردة صباحيتك، ومفيش عروسة تنزل وتسيب عريسها يوم الصباحية. دلوقتي هتلاقي صحاب عريسك جايين يصبحوا عليكم، وجيراننا كمان يقولوا علينا ايه لما يشوفوكي تحت في البيت. اطلعي شقتك يلا يا حبيبتي. يا ماما انا نزلت عشان اشوف حضرتك لو هتحتاجي حاجة اعملها لك، يعني اي طلب كده او كده، مش معقولة هسيبك لوحدك يعني. يا اختي وانا هيحصل لي ايه وانا لوحدي؟ يعني ما انا على طول لوحدي يا بنتي. وبعدين اسمعي اللي بقولك عليه، انا هنا اللي عارفة العادات والتقاليد، ما ينفعش تنزلي دلوقتي، انتي اول نزولك هيبقى لما جوزك يروح الشغل. اطلعي يلا وما تمديش ايدك في حاجة، انا هجهز الفطار واطلعه لكم لحد عندكم يا ست الكل. وطلعت وانا ركبي بتخبط في بعضها، ما هو مش معقول اكون حماتي كويسة قوي كده وانا على طول بسمع عن الحموات قصص مرعبة وبقراها على النت كمان، فجأة كده تطلع لي حما ملاك ماشي على الارض. بصراحة فكرت ان الموضوع فخ، لكن ولمدة اسبوع اللي عمر جوزي كان واخده اجازة في البيت فضلت حماتي بتطلع لي الاكل والفطار والغدا والعشاء كمان، لكن انا ما كنتش مطمنه برضو. فكرت ان الموضوع ده عشان تثبت لابنها ان هي كويسه، عشان لما تبهدلني وتذلني بعد كده ما يصدقهاش ولا يصدق اي حاجه هقولها له. بس صبرت وسلمت امري لله، واول ما جوزي نزل الشغل نزلت لها على طول. هو انت يا بنتي ما تعرفيش تريحي نفسك ابدا؟ الساعه لسه 8، ايه اللي مقومك دلوقتي؟
اطلعي نامي وارتاحي وانزلي الظهر، أو حتى بعد الظهر براحتك. لو مش عايزة تنزلي ما تنزليش، أنا كده كده بعمل كل حاجة. أصل عمر نزل الشغل النهاردة يا ماما، وأنا في كل الأحوال متعودة إن أنا أصحى بدري، أنا ما بعرفش أنام بعدها تاني. قوليلي بقى يا ست الكل، تحبي تفطري إيه؟ دي يا بنتي الفطار جاهز جوه، أنا يا دوبك هحطه بس على الترابيزة. أنا سلقالك بيض وجايبالك مربى وعسل نحل وقشطة وجبنة قريش كمان، وأكل من اللي قلبك يحبه، ومعلقة على الشاي وموطية عليه كمان. أصل عمر ابني وهو نازل قال لي إنك بتلبسي ونازلة، فأنا جهزت كل حاجة عشان تنزلي وما تتعبيش نفسك ولا حتى تقومي من مكانك يا بنتي. بس هو أنا هفضل قاعدة كده وحضرتك اللي بتخدميني؟ ده مش معقولة أبدا، وكمان عيب وما يصحش، ده المفروض أنا اللي أخدم حضرتك مش العكس. بصي يا بنتي، أنا ما ببصش للكلام الفارغ ده، انت مش ملزمة تخدميني ولا تخدمي غيري، انت ملزمة بجوزك وبس، غير كده أي حاجة تعمليها هي مودة ورحمة من عندك مش أكتر. كانت المعاملة كده على طول. الموضوع استمر على كده سنة ونص، لحد ما خلفت ابني كمان، وهي بتعاملني أفضل معاملة. كنت حاسة إني ملكة، حتى ابني ما حسيتش بيه، لأن من أول ما اتولد وهي واخداه عندها تحت، هي اللي كانت بتعمل له كل طلباته. يا ماما حضرتك من ساعة ما ولدت وانتي واخدة الولد، والموضوع كده هيبقى مرهق عليكي قوي، خصوصا ان انا عارفة ان ابني ما بيبطلش عياط لا ليل ولا نهار. حضرتك صحتك ما تستحملش انك تسهري طول الوقت ده. هو انا كنت اشتكيتلك؟ بقولك ايه، ما تجيبيش الحجة في صحتي. لو انت خايفة على ابنك مني ومفكرة ان انا زي الناس اللي ما يعلم بيهم الا ربنا، اللي بنسمع عنهم اليومين دول، عايزة تاخدي ابنك اتفضلي خديه، بس ما تجيبيش الحجة في صحتي. أنا زي الفل والحمد لله، وهو مسليني بدل ما أنا قاعدة لوحدي. سبحان الله يا ماما، طول عمرك ما كنتيش بتستحملي الأطفال ولا بتستحملي عياطهم، فجأة كده ما بقيتيش قادرة تستغني عن ابني وسايباه معاكي ليل ونهار. هو إيه اللي حصل في الدنيا يا ناس؟ أنا ما كنتش بستحمل عياطك أنت عشان أنت كنت زنان ومقرف، إنما حفيدي زي العسل وعياطه على قلبي زي العسل. ما تدخلش نفسك انت ما بيني وما بينه. كانت هي اللي بتهتم بابني لحد ما جاب سن الحضانة، وكنت بجهز أوراق الحضانة عشان أقدم لابني فيها، واكتشفت حاجة غريبة قلبت حياتي كلها. ايه ده يا عمر؟ بص، ده اسم مامتك نفس اسم مامتي بالظبط. ايه الحكاية الغريبة دي؟ بطلي هزار بقى، تقصدي ايه يعني؟ احنا هنطلع اخوات في الآخر؟ على العموم يا ستي، هو الموضوع هتلاقيه تشابه أسماء مش أكتر، ما تحطيش في دماغك. تشابه أسماء بالدقة دي يا عمر؟ ده اسم مامتك فوزية واسم مامتي كاملة، لكن اسم الأب لحد الجد الرابع هو نفس الاسم بالظبط، مفيش فيه أي اختلاف. بقولك ايه، ما تشغليش دماغي وكبري دماغك يا ستي، ما قلتلك هتلاقي ده تشابه أسماء؟ وبعدين أنا اللي أعرفه إن والدتي ولا ليها أخوات ولا ليها أولاد عم ولا ليها أهل خالص. يعني لو عايزة تثبتي إنك قريبتنا فما تقلقيش، انت ما تقربلناش خالص، لان احنا ملناش قرايب اصلا. تقصد ايه يعني؟ ان انا بتمحك فيكوا ولا ايه؟ على العموم انا ما كنتش اقصد كده خالص، انا بس كنت مستغربة لاني اعرف ان التشابه بيبقى في اسم او اتنين، مش رباعي بالشكل ده. انا اسف ما تزعليش، انا ما اقصدش والله زعلك، انا بس كنت عايزة اهزر معاكي، يعني الموضوع بالنسبة لي كله هزار مش اكتر، وما كنتش اعرف انك هتزعلي قوي كده. على العموم يا ستي انا متأسف، وبلاش تاخدي على خاطرك مني. سكت عمر ونزل الشغل، وفضلت انا دماغي تودي وتجيب لحد ما قررت اروح اعمل قيد عائلي باسم جدي ابو والدتي. الموضوع كان صعب، لكن بالفلوس كل حاجة بتخلص. ولما القيد العائلي طلع، اكتشفت الكارثة الكبيرة، ورحت على البيت وانا دماغي مش فيا. مالك يا سماح مش طبيعية كده ليه يا بنتي؟ ومش على بعضك كمان. في ايه يا حبيبتي؟ انت في حاجة مضايقاكي ولا ايه؟ هو انت يا ماما ليكي اخت اسمها كاملة؟ وبتسألي ليه سؤال زي ده؟ ليا أخت ولا ماليش أخت؟ يهمك ده في إيه؟ هو مش أهم حاجة عندك معاملتك معايا وأنا معاملك أحسن معاملة؟ يبقى خلاص بقى، بلاش تدوري في حاجات ملهاش لازمة يا بنتي. أنا رحت طلعت قيد عائلي، واتأكدت إن حضرتك تبقي خالتي، أخت أمي، وعايزة أفهم بالظبط إيه اللي حصل. ولما أنت موجودة، إزاي انتهى بيا الأمر في ملجأ؟ عرفيني الموضوع إيه بالظبط. يا بنتي بلاش تدوري في الماضي وفي الحاجات اللي ملهاش لازمة. انت دلوقتي متجوزة ابني وعندك ولد بسم الله ما شاء الله، وعايشة ومرتاحة. هو ده مش كفاية بالنسبة ليكي ولا ايه؟ لا مش كفاية. هو انا لما اعرف ان بعد كل ده
كنت فاكرة نفسي يتيمة وأنا ليا خالة واتربيت في ملجأ، يبقى لازم أعرف الحكاية إيه، يا إما هقول لعمر على اللي اكتشفته وهو يقدر يعرف الموضوع ده بنفسه. لا يا بنتي أرجوكي بلاش عمر. أيوة يا حبيبتي انت تبقي بنت أختي، وأنا كنت عارفة إنك في الملجأ اللي انت فيه، وأنا اللي وديتك الملجأ، بس خلاص أنا جبتك، يبقى عايزة إيه بقى أكتر من كده؟ ساعتها لما عرفت إن هي اللي ودتني الملجأ وإنها تبقى خالتي كنت منهارة، وحصل ما بيننا أنا وهي المحادثة اللي شفتوها في أول القصة. حاضر يا بنتي، اهدي بس وأنا هفهمك على كل حاجة. وبدأت تحكي لها كل اللي حصل. فوزية كانت قاعدة جنب كاملة أختها، وكانت بتعيط جدا وبتقول لها: ما تعيطيش يا فوزية، ده كله بيد الله يا حبيبتي، وانت عارفة ان انا مريضة والموت علينا حق. انا مش صعبان عليا غير سماح بنتي اللي ملهاش حد في الدنيا غيري. ازاي بس تقولي كده يا كاملة؟ هو انا يعني يا اختي هسيبها او اتخلى عنها؟ يا حبيبتي بنتك في عيني الاتنين، انا هكبرها واربيها كأنها بنتي تمام، وهجوزها عمر ابني لما تكبر ان شاء الله. ما هو ده اللي مطمني، انك هتبقي موجودة جنب بنتي، دي لسه عمرها يا دوب سنة واحدة وما تعرفش حاجة في دنيتها كلها، اوعي تقسي عليها. والبيت بتاعها والذهب والفلوس اللي في الدولاب حطيهم في البنك باسمها. الفلوس مبلغ مش كبير، لكن الذهب كتير قوي. انت دلوقتي امها وانا سايباها في امانتك بعد ربنا يا فوزية. وماتت كاملة بعد ايام، وكانت في الوقت ده فوزية جوزها لسه عايش، وكانوا قاعدين بالايجار، واخدت البنت معاها شقتها بعد ما اختها توفت. بقول لك ايه، هي البت دي ما بتبطلش عياط ليل ونهار، انت تاخديها توديها في اي حتة عشان ما بقتش مستحملها في البيت. هوديها فين يعني؟ انت عارف ان ما بقاش ليها حد في الدنيا غيري، ولا عايزني اتخلى عن بنت اختي؟ محدش قالك اتخلي عن بنت اختك ولا حاجة، لكن انا بصراحة مش مستحمل الصداع بتاعها ده، انا راجل بحب ارتاح في بيتي. خلاص ولا تزعل نفسك، انا هاخدها واخد عمر ونروح نقعد في البيت بتاع مامتها، اهو بسم الله ما شاء الله مبني بدل الدور 5، وكمان كل دور فيه شقتين، وبيت واسع ويمرح فيه الخيل. خليك انت قاعد بقى في شقتك. طب والله فكرتك دي زي الفل، احنا فعلا نسيبنا من الإيجار ومن القرف ده ونروح نقعد في البيت التمليك بتاعنا، اهو انت والعيال في شقة وانا بقعد في شقة، واهو براحتنا بقى، بيتنا ومحدش هيشاركنا فيه. ده ايه يا اخويا القلب اللي انت بتتكلم بيه ده؟ هو مش هيبقى بيتنا ولا حاجة ولا هنروح نقعد فيه اصلا، البيت بيت سماح، احنا ملناش حاجة فيه، حتى لو رحنا قعدنا هنبقى ضيوف مش اكتر، لحد ما تكبر وتستلم كمان حاجتها. طب ما انا بقولك ايه، تعالي بس ننقل في البيت كده، ولما ننقل ربنا يحلها. انا مش طمعان فيه، بس الفلوس اللي بتدفع في الايجار تتصرف عليها، انا شايف كده. اصل بصراحة مش عايزة امد ايدي على اي حاجة تخصها، انا هربيها ابتغاء مرضات الله. ما كانتش فوزية موافقة في الاول، لكن هو فضل وراها لحد ما اقنعها، ولما راح وعاش في البيت طمع في عينه وبدأ يقنع فوزية. اسمعيني بس، البت في الملجأ هتتربى أحسن تربية، ومفيش بعد كده، ولما تبقى تكبر يا ستي بقي جوزيها لابنك وتيجي تقعد هنا، أهو الحاجة تبقى برضو ليها وما راحتش بعيد. وإيه اللي يخليني ألف اللفة دي كلها وأبعتها ملجأ تتربى وبعد كده أبقى أجيبها أجوزها لابني؟ طب ما ربيها هنا على إيدي، وأما تكبر أجوزها الولد، وبرضو الحاجة تبقى ليهم هما الاتنين. افهميني يا عبيطة، لما تتربى وهي عارفة إن البيت ده بتاعها، غير الفلوس غير الذهب، هتبقى شايفة نفسها قوي على الواد ابننا، وهتبقى شايفة نفسها أحسن منه. انتم قاعدين في بيتي بقى وتكسر نفسه وتذله، إنما لما تتربى في ملجأ وتتجوز من الملجأ هتطلع نفسها مكسورة، وهيبقى الواد عمل فيها جميلة عشان يتجوزها. ما كنتش مقتنعة ولا موافقة، بس مع الوقت قدر يقنعني، ووديتك ملجأ الأيتام فعلا زي ما قالي. رميتك قدام بابه بالليل ومشيت، وعملت كده على أساس إن أروح أزورك دايما، لكن نسيتك. أخدت دهب أمك وبقيت ألبسه وأتعيق بيه، وأخدت الفلوس اديتها لجوزي، فتح بيها مشروع الخير اللي عندنا ده كله من المشروع على فكرة، وده من فلوسك يا بنتي. ربنا كرمنا بعدها والفلوس زادت، وكل ما كانت الفلوس بتزيد كل ما كنت بنساكي أكتر وأكتر، لحد ما رحت أخطبك من كام شهر بس اكتشفت إني مريضة يا بنتي، وكنت مفكرة إني مش هخف أبدا. رحت الملجأ وفضلت أبحث وأدور عليكي باسمك، أصل وأنا برميكي قدام الملجأ حطيت معاكي شهادة الميلاد بتاعتك وصورة بطاقة والدتك كمان،
عشان ما كانش قلبي مطوعني إن بنت أختي تتربى في الملجأ على إنها لقيطة، فحبيت إنك تتربي باسم أمك وأبوكي وباسمك الحقيقي، لكن بعيد عني. عشان كده كان سهل عليا أوي إن ألاقيكي لما رحت، وفعلا جوزتك ابني. لكن بعد سنة من جوازك من عمر أنا ربنا كرمني وخفيت، وانتي خلاص كمان خلفتي، وبصراحة كده أنا حبيتك أوي. وديك اهو رجعتي بيتك وبقى عندك عيل وراجل بيحبك، وانا كمان يعلم ربنا يا بنتي انا بحبك قد ايه. سامحيني ابوس ايدك. يعني انت رميتيني وانا عمري سنة واحدة في الملجأ عشان تسرقي بيتي وفلوسي وذهبي؟ يعني كل اللي انتم فيه ده دلوقتي هو ملكي اصلا، وهنا عليكم تعملوا كده فيا؟ اه يا حبيبتي هو ملكك، ارجوكي سامحيني يا بنتي. انت خلاص كل املاكك رجعت لك اهو. هو صحيح دلوقتي تحت ايد عمر ابني، لكن هو كله في الاول وفي الاخر لابنكم. ارجوكي يا بنتي بلاش تقولي لعمر ولا تقولي لحد، وانا هعيش طول عمري خدامة تحت رجلك اكفر عن ذنبي. ما قدرتش ارد عليها لاني ما كنتش عارفة ارد اقول لها ايه، وما قدرتش اخبي برضو الموضوع عن عمر. قلت له هو لما عرف انهار وزعل من والدته جامد جدا، ووالدته ساعتها طلعت كل الاوراق اللي تثبت ان كل املاكهم دي باسمي انا وسلمتها ليا. ودلوقتي عمر خيرني ما بين ان احنا نكمل مع بعض او انه ياخد والدته ويسيب البيت ويختفوا من حياتي. مش هكدب عليكم انا بحب عمر جوزي قوي، وفي نفس الوقت عندي ولد منه، ومش عايزه ابني يتربى وحيد من غير عيلته زي ما انا اتربيت وحيده بعيد عن عيلتي. بس في نفس الوقت مش قادره اخد قرار، لان مش قادره اسامح خالتي على اللي عملته فيا. لو انتم مكاني هتعملوا ايه؟ قولوا لي رايكم في التعليقات، لان حقيقي محتاره ومش عارفه اخد قرار. بصوا أنا بصراحة مش عارفة أقول رأيي إيه، عشان كده هسيب الرأي للناس، لكن أنا عندي كلمتين اتنين هقولهم، ومن أفضل الكلام في القصة دي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. صدق الله العظيم. وبكده تبقى انتهت قصتنا، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. وبالنسبة للناس اللي أول مرة تتابعني، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا رب دايما أشوفكم بخير.